ازيكم عاملين ايه؟ عشان تبني عضلات في قاعدة أساسية كده انت لازم تتبعها، هي طبعا ان انت تزود سعراتك الحرارية، وطبعا عشان تزود سعراتك الحرارية ده بيجي من الأكل. يعني احنا مثلا ممكن نقول كده ان انت عشان تبني عضلات للباوند الواحد محتاج 2800 سعر حراري، وانت اساسا لما جسمك يجي يكبر في العضلات تقريبا كده بيكبر 225 جرام كل اسبوع. عشان كده انت لازم تاكل كتير، بس في نفس الوقت برضو ما تفتكرش انك لما تاكل كتير كده جسمك هيتبنى اسرع، عضلاتك هتتبنى اسرع. لا بالعكس خالص، انت كده الحاجه الوحيده اللي هتزيد عندك كميه الدهون. فعشان كده بقى انا النهارده جايب لك اهم 8 نصايح تقدر تعملهم علشان تحافظ على فورمتك وعلشان تكبر عضلاتك بصوره طبيعيه جدا. وخليك طبعا فاكر ان العمليه مش عمليه تمرين وبس، مش ان انا اروح الجيم وبس واتمرن، لا انت في حاجات كتيره بتاثر على العضلات، منها التغذيه والنوم ومعدل حياتك، انت عايش ازاي وبتعمل ايه، زي ما هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله. انا محمود الحسيني ودي قناه موبا فيتنس، ويلا بينا. اول نصيحه بقى معانا هنا النهارده انك اوعى تفوت وجبه الفطار بتاعتك. طبعا معظم الناس بتصحى من النوم متاخره على شغلها وده العاده يعني، فالمشكله ان انت بتنزل من غير ما تاكل، ودي مشكله كبيره جدا لان وجبه الفطار دي تعتبر اهم وجبه من وجبات اليوم كله. عشان بس ان هي مش بتمدك بالطاقه وخلاص، لا دي كمان بتساعد ان انت تزود معدل عضلاتك فيها، لان دي تعتبر اكبر سعرات حراريه بتاخدها على مدار اليوم. فمن الاخر كده يعني اوعى تنزل من غير فطار. يعني انت حاسس مثلا ان انت هتتاخر الصبح بدري، حاول تحضر حتى فطارك من بالليل، بحيث ان انت اول ما تقوم من النوم تستنى شويه كده تصلي او حاجه، بعد كده تاكل، مفيش اي مشكله خالص، بس خليك متمسك بوجبه الفطار. اما تاني حاجه بقى هي انك لازم تاكل كل 3 ساعات. ثانيه واحده، 3 ساعات ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي يعني؟ ايوه زي ما سمعت كده. طبعا انت افتكرت من كلامي ان انا كده عايز اخليك تزود وزنك ودهونك وخلاص، لا غير كده خالص. انا قصدي هنا ان انت تاكل حاجات صحيه وخفيفه، زي مثلا الحاجات اللي هي بيكون فيها بروتين وسعراتها قليله. وكمان خلي بالك برضو ان انت لما تعمل كده انت كده هتخلي جسمك ما يحسش بالجوع، لانك من الاخر كده يعني انت لو جيت على نص اليوم او حاجه وعندك تمرين ولقيت نفسك جعان بقى وانت بره، والشيطان بقى يقعد يوزك يقول لك روح هات مثلا فاست فود او حاجه، برجر او كنتاكي او ماكدونالدز، الحاجات دي، فبالتالي كده هتعك الدنيا كلها، لا هتاخد سعرات ولا تاخد اي حاجه خالص. علشان كده انت ممكن ان انت تاكل حاجه بس خفيفه كده في النص، بحيث ان هي تسد جوعك او حاجه، وفي نفس الوقت تديك سعرات كويسه وبروتين عالي. ممكن مثلا تاكل لك علبه تونه في النص، بار مثلا جرانيلا اللي هو بيبقى فيه الياف بروتين كده بنسبه كويسه. الحاجات دي مش هتاثر معاك في اي حاجه خالص، وهتسد شبعك بصوره كبيره جدا. ده غير برضو ان انت هتحقق الهدف بتاع السعرات بتاعتك. لو انت مثلا حاطط لنفسك ان انا عايز اعمل النهارده 2800 سعر حراري، وبالتالي انت ممكن تدخل برضو الوجبات اللي في النص الخفيفه دي في السعرات بتاعتك. اما بقى تالت نصيحه هي انك لازم تاكل بروتين على طول، حتى في اي وجبه انت بتعملها، سواء فطار او غدا او عشاء، او حتى الوجبات اللي في النص لازم تاكل فيها بروتين. ده طبعا المسؤول الاول عن بناء العضلات، وفي طبعا حاجات تانية مسؤوله عن بناء العضلات زي هرمون التستوستيرون وكده، بس ده يعتبر اهم حاجه مسؤوله عن بناء العضلات من حيث مثلا الناحيه التركيبيه بتاعه الجسم. فعشان كده لازم تاكل بروتين في كل وجباتك. ايوه يعني اقوم الصبح مثلا افطر صدق ولا اعمل ايه؟ لا انت عندك مصادر كتيره من البروتين، زي مثلا الجبنه، البيض، عندك اللبن، عندك المكسرات، في حاجات كتيره جدا من البروتين. مش شرط ان انت لازم تاكل لحمه وفراخ على طول، انت مثلا ممكن تصحى من النوم تاكل مثلا زبادي، تاكل جبنه قريش او حاجه، تشرب لبن، تاكل بيض، الحاجات دي طبيعيه جدا. ممكن في الغداء مثلا تاكل فراخ او لحمه، العشاء مثلا تاكل تونه او جبنه تاني، مفيش اي مشكله خالص. المهم ان انت بس تخلي البروتين بتاعك متقسم على الوجبات كلها، بس مش شرط ان انت تاكل لحمه وفراخ زي ما قلنا. اما بقى رابع نصيحه معانا هي انك لازم تاكل فاكهه وخضار كتير. طبعا الفاكهه فيها حاجات مهمه جدا زي الفيتامينات والمعادن، ده غير كده ان انت مهما اكلت فاكهه هي سعراتها كده كده قليله. انت عمال تاكل فاكهه كتير مفيش اي مشكله خالص، هتديك سعرات مناسبه وفي نفس الوقت تبقى فيها الياف، وبالتالي كده انت بتحس بالشبع وبتسد جوعك. فمن الاخر كده يعني هي بتكون مناسبه جدا للدايت بتاعك، وده غير ان هي فيها مضادات اكسده، ودي مهمه جدا عشان صحه جسمك. ده كمان الفاكهه بتديك حيويه كده في التمرين ونشاط، فبالتالي هتقلي ادائك في التمرين على طول. برضو نسيت اقول لك ان انت ممكن تاكل كيلو موز بحاله ما يحصلكش اي حاجه خالص، حتى لو بطنك اتنفخت. كل السعرات دي سعرات قليله جدا، وبالتالي كده انت بتحافظ على الدايت بتاعك وبتحس بالشبع. اما بقى خامس نصيحه هي انك لازم تاكل كربوهيدرات بعد التمرين. طبعا معظم الناس لما تخلص تمرين مثلا تروح البيت بتكون اهم حاجه تاكلها هي البروتين، بس انا محتاج برضه اقول لك نصيحه هنا، هي انك لازم تاكل كربوهيدرات، لان دي المصدر الاساسي للطاقه. لان من الاخر كده يعني انت لما تخلص تمرينه تقيله شويه وخلاص مش قادر، لازم تعوض مصادر الطاقه اللي استنفذت في التمرينه دي،
ودي بتكون عباره عن الكربوهيدرات اللي متمثله في الجلايكوجين اللي في جسمك. فانت لو روحت مثلا اكلت بروتين بس خلاص استفدت، لا انا ما استفدتش من اي حاجه خالص. ليه؟ لان انا كده محتاج اعوض مصادر الطاقه اللي انا استنفذتها. وطبعا الكربوهيدرات متمثله بقى في الرز، المكرونه، العيش، الشوفان، البطاطس. الحاجات دي كلها كربوهيدرات، بالتالي هتساعد ان هي تزود ادائك زي ما قلنا، تعوض مصادر انتاج الطاقه. ده غير برضو ان الحاجات دي كلها بتساعد في بناء عضلاتك دون ادنى شك. اما بقى سادس حاجه هي انك لازم تاكل دهون صحيه. دي طبعا مهمه جدا في عمليات بناء العضلات، علشان الدهون الصحيه دي بتتهضم بالراحه، وبالتالي كده انت بتحافظ على الكالوريز اللي انت محتاجها لجسمك. والدهون الصحيه دي مثلا زي زبده الفول السوداني، الافوكادو، عين الجمل، الفستق، اللي هي يعني متمثله في المكسرات وكده، وكمان برضو زي زيت الزيتون. اهم حاجه بس ان انت تبعد عن الدهون النباتيه المصنعه والسمن النباتي، طبعا اللي بيكون في الفاست فود، لان اي حاجه بتتعمل فاست فود بتتعمل بالزيوت دي، فابعد عنها علشان صحتك قبل كل حاجه، مش عشان ان انت تزود دهون او حاجه تانية. اما بس بقى حاجه معانا هي انك لازم تشرب ميه كتيره جدا بعد التمرين. انت طبعا بعد ما تخلص تمرينه تقيله شويه بتكون فقدت كميات سوائل كتيره جدا نتيجه العرق، وبالتالي السوائل دي فقدانها بيأثر على عمليه الايض او عمليه التمثيل الغذائي بتاع جسمك. من الاخر كده يعني عمليه بناء العضلات مش هتتم بصوره سريعه زي ما انت متخيل لو انت جسمك فيه جفاف. ده غير برضو ان انت لازم تشرب ميه كويس ما بين كل مجموعه والتانيه علشان ما توصلش جسمك لمرحله الجفاف، وبالتالي تقدر تأدي في التمرين بتاعك بصوره كويسه جدا. اما بقى اخر حاجه، وهي طبعا الناس كلها عارفاها بس بتتجنبها، هي انك كل الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، زي مثلا اللحمه، السمك، البطاطس، الحاجات اللي هي بتطلع من التربه زي الخضار مثلا. الحاجات دي كلها تاكلها، وبعد عن الاكل المصنع او الاكل اللي هو فاست فود اللي اسمه بروسيس فود، لان ده حرفيا كارثه. انت هنا مثلا لما بتيجي تاكل فاست فود او حاجه، اولا ده معمول بكيماويات كده معينه عشان تديله طعم ولون وريحه، مش زي ما انت متخيل. انت بتحس بطعم جميل وكل حاجه، بس صدقني انت ما بتستفادش اي قيمه غذائيه في جسمك، وبالتالي بتضر نفسك بصوره اكبر بكتير. وبعد برضه عن الاكل المجمد لان ده مش هيديك فايده زي ما انت متخيل قوي، خليك في الحاجات الطبيعيه احسن بكتير. يبقى انت كده بقى خلصت التمرينه بتاعتك وعايز تروح تاكل. قلنا طبعا ان انت بقى هتاكل كربوهيدرات، بروتين، وهتاكل خضار وفاكهه، وهتشرب ميه كتير، وهتاكل فيتامينات. الحاجات دي كلها عارفينها، بس هل بقى لو انا ما اكلتش كويس هل ده فعلا هيأثر على عضلاتي ولا لا؟ طبعا هيأثر بصورة كبيرة جدا، لان انت بتتمرن بيحصل مايكرو فايبر تيرز في العضلات، او بيحصل زي كده تشققات بسيطة جدا في العضلات، وبالتالي الحاجات دي لازم تترمم. طب الحاجات دي اللي بيرممها حاجة اسمها الامينو اسينشال اسيدز، ودي طبعا الاحماض الامينيه اللي موجوده في البروتين اللي انت بتاكله. فساعتك كده لو روحت مثلا البيت خلصت تمرينه ما اكلتش حاجه، حرفيا انت ما اتمرنتش، ويا ريتك ما كنت اتمرنت احسن، لان انت كده بتضر جسمك بصوره كبيره جدا. لان من الاخر كده يعني انت جسمك محتاج اكل، محتاج كربوهيدرات، محتاج بروتين عشان يعوض مصادر انتاج الطاقه، عشان يعوض الضرر اللي حصل له ده. فلو انت ما اكلتش يبقى انت كده ضريت جسمك، والعضلات مش هيحصل لها بناء، لا ده ممكن يحصل كوارث اكتر من كده بكتير. فعشان كده انت لازم تهتم بالاكل بتاعك كويس جدا قبل ما تتمرن اي حاجه، لان الاكل ده حرفيا كنز، ممكن يخليك مثلا يعلي ادائك كويس جدا، او ممكن يخلي ادائك زي الزفت ومن الاخر ما تحسنش في مستواك، او يجيب لك حتى اصابه. وبس كده بقى احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنساش بقى تعمل لايك للقناه واعمل سبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.